جمهور الاهلي طبعا قلقان من اداء الفريق، سواء الماتش ده بالرغم من الفوز او الماتش اللي فات قدام امبي. والحقيقه انه بغض النظر عن تغييرات كولر اخر الثلث ساعه اللي يمكن عملت شويه شكل كويس للفريق، الا انه الاداء في المجمل من حق الجمهور يكون قلقان. ولكن بصراحه انا مش جاي اتكلم عن ده، انا جاي اتكلم على حاجه واحده بس. على الدغري، عمر كمال ما يقعدش احتياطي لهاني تاني. يا جماعة في الماتش ده دقة تمريراته وصلت 80%، وهنتكلم على محاولات المراوغة الناجحة 6 مرات من 8، يعني أكتر من 80%. الالتحامات الأرضية اللي دخل فيها كانوا 11 كسب 9، وخلق 4 فرص محققة. غير طبعا دقة العرضيات، أنا مش فاكرة آخر مرة شفت باك يمين في الأهلي بيلعب بالشكل ده وبيعمل عرضيات بالشكل ده وعنده توازن بين الدفاع والهجوم بالشكل ده كانت إمتى. مش فاهمه ليه ما بيلعبش في مكانه من بدري، ومش فاهمه ما بيبداش الماتش ليه اساسي. الحاجه التانية بقى المهمه جدا، وسام ابو علي نزل قلب الماتش. بيحاول بكل الطرق ان هو يجيب هدف، بيحاول بكل الطرق ان هو يثبت نفسه، يثبت ان هو صفقة قوية، وبالفعل هو اللي انقذ النادي الاهلي النهارده، وهو اللي قدر يجيب هدف الفوز. الجمهور كان بينادي بمهاجم يعرف يفنش، عنده القدرة ان هو يفنش قدام المرمى وما يكونش بيرتبك لما يجي قدام المرمى، وده بيعمله وسام ابو علي كويس جدا. اللاعب بجد مش موفر اي مجهود، يعني مش لاعب اناني ابدا، ومش موفر اي مجهود، بيعمل كل اللي عليه علشان يثبت نفسه عشان فرقته تكسب. هو احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ ما شافش الهدف بقى لازم يرجع يشوفه ويشوف ازاي مودست حطها حلو لوسام وخد الخصم في ظهره علشان يوسع لوسام، ووسام يعرف يشوط ويجيبها جون. على الجانب التاني نادي الزمالك قدر ان هو يفوز على الاتحاد ب3 اهداف نظيفه، والاتحاد الحقيقه ماشي في الدوري كويس جدا. فانه نادي الزمالك يقدم العرض ده قدام الاتحاد دي حاجه كبيره جدا ومطمئنه جدا لجماهير نادي الزمالك قبل مباراه القمه. طبعا زيزو يعني اتكلمت عليه كتير، ما ينفع يعني زيزو خلاص فوق الاشاده. زيزو الحقيقه امتع الجماهير النهارده، سجل هدفين. الهدف الثاني لزيزو كان هدف عالمي. نادي الزمالك النهارده عمل 4 تسديدات على المرمى، سجل منهم 3 أهداف. فطبعا فوز بيطمن جماهير نادي الزمالك، بالرغم ان مباراة القمة طبعا ما بتمشيش بالشكل ده، وما لهاش حسابات وما لهاش علاقة بالماتشات اللي قبلها. كلنا عارفين ان مباريات القمة ليها حسابات خاصة بيها، ومباريات بتتكسب مش بتتلعب في كل الأحوال. يعني ممكن تعمل أداء كويس جدا وما تكسبش، وممكن ما تعملش اي حاجه وتخطف جون وتكسب. بس عايز اعرف رايكم، تفتكروا مين الاقرب ان هو يحسم لقاء القمه بين الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي يوم الاثنين الجاي؟